السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة غزلانة شانيل. كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والرزق والسعادة يا ربي. في هذا الفيديو اليوم غنشارك معكم سلسلة تحضيراتي مع أمي لشهر رمضان بوصفات رمضانية 100% سهلة مبسطة واقتصادية ولذيذة جدا. واول وصفه هي الشباكيه او المخرقه، كل واحد واش كيسميها، اللي ما كتختارش حتى دار مغربيه في الشهر الكريم، واللي كتجيب مذاق رائع وبدون بيض وبشباك ساهل وشاربه العسل. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله كنحتاجو كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، او 10 كؤوس اللي بغات المقادير بالكأس ديال العنبة، 2 معالق كبار ديال النافع او اليانسون مطحون مزيان ومغربل. كذلك بالنسبه لحبه حلاوه او الشمر كنحتاجو منها معلقه ونص، كتعطي مذاق رائع للشباكيه. كنضيفو القرفه 2 معالق، شويه ديال المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال السكر حبيبات او سنيده، شويه ديال الملح، وكنضيف كأس حتى الكاس ونص ديال الجنجلان مطحون مزيان باش ما يتقطعناش العجينه، كيس ديال خميره الحلويات 8 غرام، وكنخلط النواشف وعاد كنضيف باقي المقادير. منها كاس ديال زيت الزيتون، ثم كاس الا ربع ديال الزبده، ديال زبده البندق او الزبده نوازيط، اللي كنحصلوا عليها ملي كندوبوا الزبده على نار مهيله حتى كيصبح اللون ديالها بني، وكنضيفوها كتعطي مذاق مزيان للشباكيه. ثم كنضيفوا 2 معالق ديال الخل، والزعفران الشعره اللي سبق لينا درناه في كاس ديال ما زهر حتى كيطلق مزيان، وصفيته وضفتو للخليط. واللي ما توفرش ليها الزعفران الشعره دير شويه ديال الخرقوم بلدي كيعطي لون للعجين. وكنجمع العجينه بما زهر تدريجيا حتى كنحصلوا على عجينه لينه ومنسجمه وما تكونش جاريه باش يسهل علينا التشباك. كنغطيها ببلاستيك وكنخليها ترتاح شويه، من بعد كنقسمها الى قطع بهذا الشكل هذا. كندلكها بالدلاك باش نطويها بكل سهوله، وكنحطها وهكا حتى كنسالي القطع اللي عندي. وهاد المرحله مهمه نتاع الطوي لانها كتعطينا عجينه لينه وسهله وشباكيه مورقه، وكتجي شاربه العسل في وسطها مزيان كيف غتشوفوا في الفيديو.
لا كنبسطوها وكنقسموها باش ما تعذبناش ملي ندوزوها في ماكينه ديال الدليك، وكناخذوا كل جزء وكنبسطوه كيف قلت لكم في الاول. عاد كندوزوه في الماكينه باش نرققوها وتجي زوينه. طلقتها على رقم 4 ثم على رقم 6 باش ما تقطعش لينا وتجي بهذا الشكل هذا. واللي ما توفرتش ليه الماكينه نتاع الدليك، يدلك العجينه بالدلاك عادي، المهم تكون رقيقه باش تشرب لينا الشباكيه العسل. وكتجي الاشرطه من بعد ما دوزناها في الماكينه، وكنستعملوا الجراره او الناعوره او الاله الخاصه بالشباكيه. غير انا كنفضل الجراره، كتسهل علينا حتى هي. كنقطعوا بها الشكل اللي بغينا والحجم اللي بغيتو. والاشرطه كتكون مقاده وفيها 4 د الاشرطه في الوسط، كل في وسط كل اطار. وكنحيد الجوانب الاطراف الزائده ديال العجين، وكنقادها بهذا الشكل هذا. كنهز الشريط الاول والثاني للاسفل والثالث فوق الشريط الاول، ثم كنضيفوا عليه الشريط الخامس، وهكا حتى كنكملوا الشباكيه وكنجمعوا لها الجوانب من التحت وهي مشبكه. ومن الافضل تحطوها فوق مائده سطح العمل باش تشبك لكم مزيان وتاخذ الشكل مزيان. وها هي مشبكه. الشباكيه المعتاده والمعتمده عندي هي هذه، وغنعاودها معكم باش تشوفوا الطريقه مزيان. كتجي بحال الورده.
اما الطريقه الثانيه اللي ما كيعرفوش يشبكوا بالطريقه الاولى، هذه اسهل. كنبسطوا العجين، كنقطعوه اشرطه، كنطوي كل شريط بهذا الشكل هذا، كنجمع الجوانب مزيان وكنرخفوها باش تحل، وباش نحصلوا على هاد التشبيكه بهذه الطريقه بلا ما كنقطعوها، بلا ما كنقطعها اشرطه قصيره، وما كتحلش في الزيت. ملي كنقليوها كتجيب هذا الشكل الجميل وسهله، وحتى هي غنعاودها معكم مره اخرى. دوزو للطريقه الثالثه، وهي كنقطع بالجراره 3 ديال الاشرطه في الوسط، وكنشدها بهذا الشكل هذا، وكنطوي جوج اشرطه على جوج اشرطه. كنجمع الجوانب نتاع الاشرطه التحتانيين، وكتجي بحال حتى هي بحال الورده وسهله، ويمكن تعتمدوها بالنسبه للمبتدئات. ومن الافضل نوضعوها على سطح العمل باش يسهل علينا نشبكوها وتعطينا الشكل هذا الشكل الرائع. اما التشبيكه الرابعه وهي سهله كذلك، كنقطع العجين اشرطه عريضه عريضه شويه وقصيره، وكندير جوج حتى لثلاثه ديال الاشرطه، واحد فوق واحد، واحد فوق الثاني، وكندير شريط بالجراره في الوسط، وكنطويها بهذا الشكل هذا. كنحصلوا على شباكيه عباره عن اشرطه ملويه زوينه وسهله. انا هنا جمعت لكم مختلف طرق التشباك نتاع الشباكيه اللي سهله واللي كنديرها حتى انا. والى عجبتكم وجاتكم سهله اعتمدوها وجربوها، كتجي رائعه ومبسطه. وغنديروها في صفيحه الفرن بها ورق الطبخ حتى كتنشف، ونخليوها نستفوها ونخليوها حتى تنشف وتجمع وتشد راسها حتى كتشمع، باش ملي نقليوها كتجي رائعه وكتبقى محافظه على الشكل ديالها. ولا من الافضل نديروها في الليل وفي الغد تقليوها قد ما ارتاحت كتجي مزيانه. من بعد ما ارتاحت ونشفات كندير الزيت في المقله بكميه كتوصل للنص نتاع ارتفاع المقله، تسخن مزيان، وعاد كندير شباكيتي تقلى، وكنقص العافيه باش طيب على خاطرها وبسهوله، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، دقائق وكتكون طايبه من الاسفل، وكنقلبوها كتحمر من الوجه.
وكنجهزوا العسل في طنجره ونضيف عليها شويه ديال المزهر للتنسيم، وكندير فيها الشباكيه مباشره وهي سخونه باش كتشرب العسل مزيان، وكنصفيها وكنحطها في الكسكاس وكنرش عليها الجنجلان او السمسم منقي ومحمر للتزيين، وكتجي مجعبه وهكا حتى كنساليو القلي ديال الشباكيه قليه بقليه. وكيف لاحظتوا كيف كتلاحظوا الشكل رائع وكتنفخ وكتجي مجعبه، وداك الفقاعات كيعمروا بالعسل مزيان وكتجي ألذ من الشباكيه ديال المحلات. وهاد المراحل من الأحسن يكون شي حد اللي يعاونكم فيها، لأن الشباكية من الوصفات اللي كتحتاج المعاونة وباش نساليوها بسهولة وتوجد بدون تعب وإرهاق. أنا تعاونت عليها مع الأم ديالي، الله يحفظها لي ويطول في عمرها ويحفظ كاع الأمهات يا ربي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكية بالطرق اللي شفتوها في أول الفيديو. كتجي شاربة العسل مزيان ومذاق رائع وفتية، وكتبقى طيلة رمضان واكثر بلا ما كيتغير لا الشكل ديالها ولا المذاق، وبدون بيض، وكتجي معلكه ومجعبه في نفس الوقت. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعة، وما تنساوش تشجعوني باللايكات والاشتراك في القناة. اللي باقي ما اشترك بالضغط على الزر الأحمر بالأسفل، وتشاركوا الوصفة مع الأصدقاء والعائلة، وعواشركم مبروكة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.